اهلا وسهلا بحضراتكم. انا دكتور احمد المصري، استشاري جراحه المناظير والسمنه. النهارده ضيفتي استاذه نهى، ما شاء الله من النماذج الناجحه جدا. ممكن هي تحكي لنا بقى الاكسبيرينس بتاعتها كلها، الوزن بدايته كام ووصلنا لكام، ممكن تحكي لها للناس دي. يعني انا كنت وزني وصلت ل 122. الوزن ده يعني كان فيه صعوبه في المشي، كان فيه صعوبه في طلوع السلالم، كانت حياتي شبه توقفت. كنت حاسه ان انا يعني ست كبيره قوي، 80 سنه، وده مش ما كانش يعني سني في سني عايشين حياتهم وبيعملوا بينزلوا ويطلعوا حاجات. فالحمد لله ربنا يعني ألهمني كده ان انا لازم اعمل العمليه، وجيت عند الدكتور احمد. الحمد لله كانت العمليه انا ما حسيتش بيها خالص، يعني انا ما حسيتش ان انا عملت عمليه ولا كان في الم الحمد لله ولا. وبدات يعني مع الجروب هنا هو الاكل الصحي، وبقيت اعشق الاكل الصحي، بقيت يعني احب يعني ان انا خلاص الاكل الغير صحي ده انا يعني نسيته خالص. يعني الحمد لله بقيت ماشيه كويس، بقيت احب اني اشرب ميه كتير، كل العادات السيئه اتلغت يعني. وطبعا اكيد ان في ناس قالوا لي طب ما دام انت ماشيه اكل صحي ليه ما عملتيش كده قبل العمليه؟ لا، العمليه ساعدت كتير. العمليه يعني هي فعلا اللي ساندتني وانا كملت، فالحمد لله ان انا اتخلصت من. احنا وصلنا دلوقتي 77 او 76 ما شاء الله. يعني نازلين حاجه 40 كيلو تقريبا. 40 كيلو ما شاء الله ما شاء الله. نازلين بصحه، ودي حاجه كويسه. انا عجبني في كلامك حاجه حلوه قوي، الناس ما بتاخدش بالها منها، ان في فرق ما بين ان انا اعمل نظام دايت وان انا اعمل عمليه. العمليه وسيله قويه جدا بتساعدني ان انا اغير اللايف ستايل بتاعي، وده اللي الاستاذه نهى قالته وهو حقيقي. وده اللي يضمن لك انك تحافظ بعد السنه. انا بتسمع ناس كتيره بعد العمليه 3-4 سنين يرجعوا يتخانقوا تاني. ليه؟ هو افتكر العمليه وسيله تخسسه. هي العمليه وسيله زي ما انت قلتي تساعده يغير اللايف ستايل بتاعه. هو انت بقيتي تحبي الاكل الصحي، بقيتي تحبي شرب الميه، بقيتي تحبي الرياضه، بقيتي تحبي الحاجات اللي انت عملتيها دي، هي اللي ان شاء الله تخليكي على طول كويسه. يا رب كل الناس زيك. وميرسي جدا. ربنا يخليك. شكرا دكتور احمد، شكرا لكل الجروب الجميل هنا، وانا حاسه ان يعني اسره جميله. انا ببقى سعيده ان انا جايه. ربنا يخليكي يا رب. انت اللي بتشرفينا وتسعدينا دايما.